السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي كيهتم به كل مغربي ومغربية، سواء كنتي باغي تعرف شكون هما الناس اللي كيسيروا الجهات ديال المغرب، او بغيتي تعرف المسار المهني والخبرة اللي كتخلي كل ولي يساهم في تنمية الجهة ديالو. واش عمركم تسألتوا شكون هما الولاة اللي تحت إشرافهم التنمية المحلية، البنية التحتية، الصحة، التعليم والمشاريع الملكية الكبرى؟ اليوم غادي نكتشفوا مع بعضنا هذا المشوار الاحترافي لكل ولي، وشنو التحديات اللي كيواجهوها في الجهات ديالهم، وغادي تعرفوا ايضا شكون عنده الخبرة الكبيرة في إدارة التراب الوطني. وقبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك واشتراك باش توصلوا بكل جديد، وتحافظوا على دعم القناة. يلا نبداو الرحلة مع الولاة الجدد في المغرب. اولا يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. يونس التازي تزاد سنة 1974، مهندس مدني خريج المدرسة المحمدية للمهندسين، بدا مساره المهني في وزارة التجهيز والبيئة، ودار مراحل مهمة من رئيس قسم الدراسات ثم مدير البرامج والاستراتيجية. من 2012 تولى إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية، وبعدها عامل على إقليم تطوان، ودابا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. جهة طنجة تطوان الحسيمة كتعرف تنمية صناعية ولوجستيكية كبيرة، وكتحتاج لتطوير البنية التحتية وتحسين النقل العمومي وتشجيع الاستثمار المحلي. الخبرة ديال التازي في التجهيز واللوجستيك كتأهلو باش يحقق تقدم ملموس في هذه المجالات. ثانيا محمد عطفاوي، والي جهة الشرق. محمد عطفاوي تزاد سنة 1957، حاصل على الإجازة في العلوم السياسية. بدا الخدمة سنة 1982 كمتصرف مساعد، وتدرج عبر عدة مهام في عملات ومندوبيات حتى أصبح والي جهة الشرق وعامل على وجد أنجاد منذ أكتوبر 2024. عنده خبرة كبيرة في التسيير الإداري والتنمية المحلية، وحصل على وسام الاستحقاق الوطني. جهة الشرق كتواجه تحديات اقتصادية وتنموية، خاصة في تشغيل البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة. تجربة عطفاوي الطويلة في إدارة الشأن الترابي كتخليه مؤهل لمواجهة هذه التحديات ودفع الجهة نحو التنمية المستدامة. ثالثا والي جهة فاس مكناس، خالد أيس طالب. خالد أيس طالب تزاد سنة 1966، طبيب وجراح وخبير في الإدارة الصحية. شغل مهام كبيرة في الصحة العمومية بما فيها وزارة الصحة، ونجح في إدخال إصلاحات كبرى وتعميم الحماية الاجتماعية. دابا والي جهة فاس مكناس وعامل على فاس باش يساهم بخبرته الكبيرة في التنمية الصحية والإدارية للجهة. جهة فاس مكناس كتحتاج لتعزيز البنية التحتية الصحية، تطوير المستشفيات وتحسين الخدمات للمواطنين. تجربة أيس طالب في الصحة العمومية كتوفر الجهة رؤية واضحة لتطوير النظام الصحي. رابعا محمد يعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة. محمد يعقوبي مهندس مدني من المدرسة الحسانية، بدا مساره المهني في وزارة التجهيز وتنقل بين عدة مناصب قبل ما يصبح والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل على الرباط. عنده تجربة طويلة في الموانئ والمراكز الجهوية للاستثمار. جهة الرباط سلا القنيطرة كتميز بكثافة سكانية ونشاط اقتصادي متنوع، وكتحتاج تطوير المواصلات ودعم الاستثمار وتحسين جودة الخدمات العامة. تجربة اليعقوبي طويلة في الإدارة والتسيير كتمنح هذه الجهة دفعة جديدة نحو التطور. خامسا محمد بن رباك، والي جهة بني ملال خنيفرة. محمد بن رباك تزاد سنة 1957، حاصل على الإجازة في العلوم السياسية والمعهد الملكي للإدارة الترابية. بدا كقائد ثم باشا وكاتب عام، وتنقل عبر عدة جهات حتى أصبح والي بني ملال خنيفرة وعامل على بني ملال. جهة بني ملال خنيفرة كتحتاج للتنمية الزراعية وصناعية، تحسين البنية التحتية المحلية ودعم الشباب والمشاريع الصغيرة.
خبرات بن رباك في تدبير الشأن الترابي كتخليه مؤهل لمواجهة هذه التحديات. سادسا، محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات. محمد مهيدية مهندس متخرج من فرنسا، عنده مسار مهني طويل في مختلف الجهات الكبرى من طنجة للرباط للدار البيضاء. قبل ما يتولى ولاية الدار البيضاء سطات، جهة الدار البيضاء سطات هي أكبر مركز اقتصادي في المغرب، وكتحتاج إدارة فعالة للنقل، البنية التحتية والخدمات العامة. خبرة مهيدية الواسعة في مختلف الجهات كتساعدو باش أنه ينجح في تنظيم هذه الجهة الحيوية. سابعا، خطيب الهبيل والي جهة مراكش أسفي. خطيب الهبيل مهندس دولة في الهندسة المدنية، خدم في عدة جهات ومناصب قبل ما يصبح والي مراكش أسفي. عنده خبرة كبيرة في التجهيز والعمران. جهة مراكش أسفي كتحتاج تطوير البنية التحتية، تعزيز السياحة ودعم المشاريع العمرانية. خبرة الهبيل في التجهيز والعمران كتأهلو لتنفيذ مشاريع استراتيجية بالجهة. ثامنا، سعيد الزنيبر والي جهة درعا فيلات. سعيد الزنيبر خريج المعهد العالي للتهيئة والتعمير، خدم في الإسكان والتعمير ثم أصبح والي درعا فيلات. جهة درعا فيلات كتواجه تحديات التنمية القروية، إدارة المياه وتحسين الخدمات الأساسية. خبرة الزنيبر في التعمير والتهيئة كتمنحو القدرة على تحسين جودة الحياة بالجهة. تاسعا، سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة. سعيد أمزازي حاصل على دكتوراه في الأحياء، وعامل وزير للتربية والتعليم ورئيس جامعة محمد الخامس سابقا. دابا حاليا والي جهة سوس ماسة وعامل على أكادير إدة وتهنان. جهة سوس ماسة كتحتاج دعم التعليم، البحث العلمي وتنمية الكفاءات المحلية. خبرة أمزازي الكبيرة في المؤسسات التعليمية والعلمية كتمنح الجهة رؤية واضحة للتنمية البشرية. عاشرا، والي جهة قلميم ودنون محمد النجم أبهاي. محمد النجم أبهاي حاصل على الإجازة في القانون العام، خدم في الصناعة التقليدية والشؤون الإدارية، وتدرج حتى أصبح والي قلميم ودنون وعامل على الإقليم. جهة قلميم ودنون كتحتاج تطوير الصناعة التقليدية، دعم الشباب والمشاريع الصغيرة وتحسين البنية التحتية. خبرته الطويلة في الإدارة كتمنحو القدرة على تحقيق نتائج ملموسة. عبد السلام بكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء. عبد السلام بكرات حاصل على الدكتوراه في القانون العام وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، خدم في عدة عملات ودوائر، وأصبح والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل على الإقليم. جهة العيون الساقية الحمراء كتحتاج تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحسين البنية التحتية ودعم الأمن والاستقرار. خبرته الكبيرة في الإدارة واللوجستيك كتمنحو القدرة على قيادة الجهة بكفاءة. والي جهة الدخلة والذهب علي خليل. علي خليل حاصل على الإجازة في الحقوق وخريج المعهد الملكي للإدارة الترابية، خدم كقائد رئيس قسم ورئيس دائرة قبل أن يصبح والي جهة الدخلة والذهب وعمل على الإقليم. جهة الدخلة والذهب كتحتاج تنمية الصيد البحري، السياحة ودعم المشاريع الاقتصادية. خبرة خليل الإدارية كتجعل منه قادر على تعزيز التنمية المستدامة بالجهة. وها نحن وصلنا لنهاية رحلتنا مع الولاة الجدد في المغرب. كل واحد من هاد الولاة عنده مسار مهني طويل وخبرة كبيرة وتحديات اللي كتوجه الجهات ديالنا، كتطلب رؤية واضحة، تنظيم فعال وحب الوطن. نتمنى من كل واحد فيكم سواء كنت من طنجة، فاس، مراكش أو الدخلة أو أي جهة أو أي مدينة تتابع المشاريع الجديدة وتشارك في النقاش حول التنمية المحلية. ما تنسوش ديروا لايك واشتراك بالقناة وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء باش يوصلوا للمعرفة بالقيادة اللي كتحرك المغرب اليوم. المستقبل ديال المغرب كيبدا من الجهات والولاة، هم اليد اللي كتدير هذه المسيرة، ومع هذه الخبرة كيبقى الأمل كبير في تنمية كل جهة وتحسين حياة المواطن المغربي.